تصرف سيء جدا من أسامة أبو علي بعد إعلان الأهلي استمراره وعدم رحيله جاي على تمرد. البداية كانت عند لما اللعيبة اتجمعت عشان تقيس وزنها، وده قبل بداية معسكر الموسم الجديد، وتفاجأ الجميع إن وسام أبو علي كان موجود ولكن مش عايز إنه يقيس وزنه زي الباقي، وبرر وسام ده إن هو حاسس بإصابة عضلية من ساعة ماتش بورتو. فمحمد يوسف مدير الكرة عقد معاه جلسة علشان يفهم منه إيه اللي بيحصل، فاللاعب طلب منه مرة تانية إنه عايز يمشي، واتضايق إن الأهلي أعلن في بيان رسمي إن هو مش هيمشي بدون أخذ موافقته، وطلب من محمد يوسف يا إما تمشوني يا إما تعلوا لي مرتبي السنوي ل 2 مليون دولار. وانتهت الجلسة بدون ما اي حد فيهم يكون مرتاح للتاني، ومحمد يوسف حس ان نية اللاعب هي التمرد. اما من ناحية وسام ابو علي فبعد انتهاء الجلسة طلب عقد جلسة عاجلة مع محمود الخطيب رئيس النادي في وجود وكيله، وعدم عقد اي جلسات تانية مع محمد يوسف، وده علشان يناقش مع الخطيب ايه مصيره بالظبط في الايام اللي جاية، وده لان اللاعب مصر على الرحيل، وده لان وسام ابو علي العروض الخارجية اللي بتجيله بمرتب سنوي قدره 4 مليون دولار، وده ضعف اللي بياخده مع الاهلي اكتر من 3 مرات. ففي وجهة نظرك يا معلم شايف الموضوع ده هينتهي على ايه؟